من غير لف ولا دوران، خلينا نسأل السؤال اللي دايما بيدور في دماغ ناس كتير: كمال الأجسام حلال ولا حرام؟ السؤال ده ملوش إجابة سريعة من كلمة واحدة، لأن كمال الأجسام مش فعل واحد بسيط، دي منظومة كاملة فيها نية وممارسة وطريقة لبس وتغذية ومكملات، وأحيانا منشطات وفلوس وشغل ومحتوى على السوشيال ميديا ومسابقات فيها قواعد معينة، وبالتالي الحكم بيتغير حسب التفاصيل. لكن خليني أفصل لك الموضوع كله خطوة بخطوة بأسلوب واضح، وفي الآخر هديك خطوط عملية تمشي عليها عشان تخلي طريقك في الحديد نظيف وحلال إن شاء الله. أولا لازم نفهم يعني إيه كمال أجسام. في ناس متخيلة إن كمال الأجسام يعني بس الوقوف على المسرح بلبس ضيق، واللي بيتسمى posing trunks وعرض العضلات. وناس تانية شايفة إن كمال الأجسام يعني أي واحد بيروح الجيم ويبني عضل ويحافظ على نسبة دهون قليلة. وده فرق مهم، لأن الصورة الأولى مرتبطة بعرض علني وغالبا بيلبس بيكشف أكتر من اللازم، بينما الصورة التانية مرتبطة بصحة ولياقة ونمط حياة. كمان في فرق بين natural body building، يعني لاعب بدون منشطات وبالتمارين والأكل والمكملات المباحة، وبين enhanced أو اللي بيستخدم مركبات هرمونية ومنشطات محظورة، وده برضه بيفرق جدا في الحكم. تاني نقطة: القاعدة العامة في الشريعة إن الأصل في الأشياء الإباحة إلا لو فيه نص أو علة تمنع. يعني اللعب بالحديد نفسه في أصله مباح، بل ممكن يكون مستحب لو نيتك تقوية جسمك على الطاعة، تحافظ على صحتك، تدافع عن نفسك وأهلك، وتقوم بواجباتك. لكن نفس الفعل ممكن يتحول لمكروه أو محرم لو ارتبط به محظور، زي كشف عورة، أذى صحي مؤكد، غرور ورياء، إضاعة للفرائض والواجبات، كسب مال حرام، أو تشبه بما يغضب الله. نبدأ بأبرز محور شرعي بيثير الجدل: قضية الستر والعورة. عند جمهور كبير من الفقهاء، عورة الرجل ما بين السرة والركبة، وفي أقوال بتشدد في كشف الفخذ وإنه عورة، وبناء على كده الوقوف على المسرح بلبس بيكشف معظم الفخذ والأليتين غالبا مش هيكون مباح، لأن ده كشف صريح للعورة قدام الناس من غير حاجة ملحة شرعا. فلو سألني حد: مسابقات كمال الأجسام بالشكل الشائع حلال؟ هقول لك: الصورة المنتشرة اللي فيها كشف للعورة ووجود جمهور ومصورين وتداول للصور والفيديوهات غالبا لا تجوز. وده مش معناه إن الطريق مسدود، لأن في ناس بتلعب وتبني جسمها ومش بتقف على مسرح ولا بتعرض جسمها بشكل يخالف الستر. يبقى هنا الفعل، التمرين والبناء نفسه مباح وربما محمود لو تضبطت باقي الجوانب. نروح تاني لمحور مهم: النية. في الشرع النية بتقلب العادة العبادة. لو نيتك تحافظ على صحتك، تقوي جسمك عشان شغلك محتاج قوة، أو عشان تقدر تصوم وتصلي وتقوم بحقوق أهلك، أو حتى عشان تبعد عن السمنة والمرض، دي نية كويسة. لكن لو نيتك بس إنك تتكبر على الناس وتستعرض وتكسر قلوبهم، أو تبقى مغرور ومتعالي، ده يدخل في الرياء والعجب، وده مذموم شرعا. والميزان هنا داخلي بينك وبين ربنا، لكن ليه علامات. لو التدريب خلاك تكسل عن الصلاة، أو تبطل واجباتك، أو تقطع رحمك، أو تتعامل بتعالي، يبقى في خلل في النية والممارسة. المحور الثالث: الأذى الصحي والمنشطات. الإسلام بيحرم الإضرار بالنفس، لا ضرر ولا ضرار. والمنشطات الهرمونية زي الستيرويدات والهرمونات المخلقة بتسبب أضرار خطيرة: مشاكل كبد وقلب وضغط وخصوبة واضطرابات نفسية. ومع الاستخدام غير الطبي وبعيد عن إشراف محترف معتمد، الضرر بيبقى كبير ومحتمل بقوة. فالحكم هنا يميل للتحريم، لأنك بتعرض نفسك لأذى حقيقي وممتد عشان شكل مؤقت أو مكسب رياضي. فوق كده، استخدام المنشطات في مسابقات بتحظرها قانونا يعتبر غش وخداع، والغش محرم. يبقى أي لاعب انهانزد خارج الإطار الطبي الضروري، أو العلاج بإشراف مختص وبدون غش في منافسة، ده طريق غير مباح. طيب والمكملات الغذائية الشائعة زي الواي بروتين، الكرياتين، الأوميجا 3، الفيتامينات، الأصل فيها الإباحة لو مصدرها حلال وما فيهاش مكونات نجسة زي جيلاتين غير مزكى أو مواد محرمة أو منبهة خطيرة. يعني لازم تقرأ المكونات وتتأكد من خلوها من الكحول أو مشتقات خنزير لو موجودة في كبسولات، وتراعي الجرعات الآمنة، لأن حتى المباح لو أسيء استخدامه وأضر الجسم يتحول لمشكلة. المحور الرابع: اللبس والاختلاط. في الجيم لازم الراجل يلتزم بستر العورة على الأقل من السرة للركبة بلبس واسع محترم، مش شرط واسع جدا، لكن ما يكونش شفاف أو فاضح. والمرأة لها حكم مختلف أكثر تحفظ، وطبعا مراعاة غض البصر،
ولو الجيم مختلط لازم تكون واعي، وما تخليش بيئة التدريب تدخلك في محرمات من نظرات أو خلوة أو لمس. كمان تصوير الجسد بلبس فاضح ونشره على السوشيال ميديا، عشان اللايكات مش حاجة محمودة شرعا ولا أخلاقيا، ويفتح أبواب فتنة لك ولغيرك. لكن لو محتوى تدريبي محترم بلبس محتشم وشرح علمي، ده مباح بل نافع. المحور الخامس: الوقت والواجبات. ساعات اللاعب يتحمس ويمرن ساعتين 3 يوميا ويهمل الصلاة أو الدراسة أو شغله أو حقوق أهله. هنا بنرجع للقاعدة: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا. لو كمال الأجسام بيخليك تضيع الفرائض يبقى تضييعه حرام، لكن لو منظم وقتك وبتدي كل ذي حق حقه يبقى مباح، بل قد يكون مستحب. المحور السادس: المال والكسب. هل الشغل في كمال الأجسام حلال؟ يتوقف على نوع العمل. مدرب بيقدم برامج تدريب وغذاء صحي بيحافظ على ستر الناس وخصوصيتهم، ما بيروجش منشطات محرمة ولا بيكذب، ده كسبه حلال. لاعب بياخد فلوس من رعايات لشركات بتبيع منتجات محرمة أو مضرة، أو بيعمل مسابقات فيها قمار أو مراهنات، ده فيه شبهة أو حرمة. كمان خد بالك من صيغ قبل وبعد الكاذبة والتضليل في التسويق. الكذب والغش حرام حتى لو في مجال رياضي. المحور السابع: مسابقة بدون كشف للعورة. لو فيه صورة منافسة محترمة بلبس ساتر، شورت يغطي للركبة وتيشيرت مثلا، وبدون موسيقى صاخبة ومظاهر محرمة، وإعلان النتائج بدون مراهنات وغش، ومفيش تزييف أجسام بمنشطات، ساعتها الفعل في ذاته مباح. لكن غالب المتوفر في بطولات كمال الأجسام التجارية لا يطابق ده، عشان كده كتير من الناس بتميل للعب بدون مسابقات أو بتختار ألعاب قوة بديلة، باور ليفتنج، سترونجمان محلي بلبس ساتر، كروس تريننج، مع ضوابط. المحور الثامن: الجانب النفسي وصورة الجسد. الإسلام بيأمر بالتوازن، لا إفراط ولا تفريط. الهوس بالمظهر ممكن يوصلك لاضطرابات أكل، قلق دائم، مقارنة مرضية بالناس، وكل ده بيأذي النفس ويهدر نعمة الرضا. خليك بتبني جسمك عشان صحة وقوة ونشاط وحماية، مش عشان تعذب نفسك وتتعبها في مطاردة صورة مثالية مستحيلة. المحور التاسع: التغذية الحلال. لو هتعمل دايت قاسي احرص يكون أكلك حلال. طيب، تجنب لحوم مشكوك في ذكاتها، راقب إضافات الأغذية، وقلل من المحرمات الواضحة زي الكحوليات أو منتجات محتوية على مشتقات خنزير. المحور العاشر: الموسيقى في الجيم. المسألة خلافية بين العلماء، في ناس بتحرم سماع المعازف وناس بتخفف في الآلات والإيقاع. الحل العملي: لو تقدر تتمرن من غير موسيقى أو بسماعات فيها قرآن أو بودكاست علمي يبقى أفضل. ولو المكان فيه موسيقى عالية حاول تقلل التعرض وتغلق المسألة بقدر طاقتك. المحور الحادي عشر: الصلاة والصيام. التدريب لا يمنع العبادة، رتب تمارينك حوالين أوقات الصلاة. ولو صيام رمضان خطط شدتك وكمياتك، إحنا مأمورين بالصوم، ومع ذلك الله لم يكلفنا بما لا نطيق، فاضبط نومك وطعامك وخفف الحمل يوميا، واعمل تمارينك بعد الإفطار أو قبل بوقت قصير بحكمة. المحور الثاني عشر: بدائل المسرح. لو نفسك في منافسة وتشجيع وجو رياضي، عندك ألعاب قوة بلبس ساتر، باور ليفتنج، جري، سباقات عقبات، تجديف، سباحة، جوجيتسو مع بدلة ساترة، ودي كلها تنفذ شرعي. آمن لطموحك. طيب بعد كل ده نسأل تاني: هل كمال الأجسام حلال ولا حرام؟ الإجابة الدقيقة: كمال الأجسام كرياضة وبناء عضلي حلال في أصله بشرط التزام الستر وعدم إضاعة الفرائض والواجبات وخلوه من أذى محقق أو منشطات محرمة أو غش أو كشف عورة أو اختلاط محرم أو كسب خبيث. بينما الصورة الشائعة لمسرح كمال الأجسام التجاري فيها محاذير كبيرة: كشف عورة، رياء، منشطات، موسيقى، تصوير ونشر عورات، أموال مشتبهة. فدي لا ننصح بيها وغالبا لا تجوز، لكن ده لا يمنعك تبني جسمك وتعيش نمط حياة رياضي سليم وتشارك في صور منافسة بديلة مباحة. تعال بقى للجانب العملي عشان تخرج بخطة تمشي بيها وتخلي لعبك كله في النور. أولا، اضبط نيتك كل يوم: اللهم إني نويت أن أقوي بدني على طاعتك وأحفظ به صحتي وأكف به نفسي عن الحاجة. ثانيا، حافظ على الصلاة أول وقتها أو على الأقل في وقتها، وما تخليش تمرين يضيع فرض. ثالثا، التزم بلبس ساتر محترم، شورت يغطي الركبة وتيشيرت مناسب، وامنع نفسك من تصوير جسمك بلبس فاضح. رابعا، ارفض المنشطات الهرمونية مهما كان الإغراء، صحتك أمانة، وابني جسمك بالعلم والصبر. خامسا، المكملات خذ منها المباح الموثوق فقط: بروتين مصل، لبن بحلال، جيلاتين، كرياتين، مونوهيدرات، جرعات علمية.
أوميجا 3 نباتي أو سمكي نظيف، مولتي فيتامين من شركة محترمة، وابتعد عن محفزات خطرة، ويومبن أو مواد محظورة. سادساً، غذائك يكون حلال طيب، بروتينات نظيفة، كربوهيدرات معقدة، دهون صحية، خضار وفاكهة، ماء كفاية. سابعاً، احترم جسدك بالراحة والنوم الكافي، وزع التمرين على أيامك من غير مبالغة. ثامناً، خلي دايماً شيخ أو طالب علم ثقة تسأله لو عندك لبس في مسألة معينة في بلدك، لأن العرف والقوانين بتأثر. تاسعاً، لو هتشتغل في المجال خليك صريح وأمين، لا تبيع أو تروج لمنشطات، لا تكذب في صور أبلش وبعد، وعامل عملائك بأخلاق المسلم. عاشراً، ابحث عن دوائر صحبة صالحة في الجيم تشجعك على الطاعة والانضباط، مش على التفاخر والمظهرية. خليني أدي لك أمثلة عملية لمواقف بتحصل وإزاي تتصرف. لو المدرب بيقول لك خد كورس هرمونات عشان تنشف بسرعة قبل مصيف أو بطولة، قل له لا، أنا عايز طريق نظيف. ولو ضغط عليك غير المدرب، لو جالك عرض تصوير جلسة بلبس فاضح لمجلة أو صفحة، ارفض واطلب بدائل محتشمة. لو الجيم كله مرايات وموسيقى وتركيز على العرض، اختار مواعيد هادية أو جيم مختلف بيحترم الستر. لو لقيت نفسك بقيت عصبي ومغرور ومش عاجبك حد، اعمل فرملة، راجع نيتك، صلي ركعتين، وافتكر إن القوة نعمة من ربنا، مش سبب تتعالى بيه على الناس. طيب ماذا عن السيدات؟ كمال الأجسام كصحة ولياقة للمرأة مباح بشرط الستر الكامل أمام النساء أو محارمها، ومع تجنب التصوير والنشر بلبس ضيق يصف الجسد، ومراعاة عدم الاختلاط المثير، والمكملات نفس الضوابط، والمسابقات النسائية الشائعة بلبس فاضح لا تجوز. طيب واحد يقول طب ما أنا عايز أبقى بطل ومعروف وآكل عيش من ده. الرد: الشهرة والرزق بيد الله، والطرق الحلال كتير. مدرب شخصي محترم، قنوات تعليمية، برامج تدريب وتغذية للناس، بيع منتجات مباحة، منافسات قوة سترة، براند ملابس رياضية محترمة. كل ده يجيب رزق واسع من غير ما تدخل مناطق رمادية. وبالمناسبة، تركك للحرام لا ينقص رزقك، بل يبارك ربنا لك في الحلال. كمان افتكر إن العقل السليم في الجسم السليم، والإسلام دين وسطية. عايزك قوي بس عايزك رحيم، عايزك منضبط بس عايزك مرن، عايزك تهتم بجسمك بس من غير ما تنسى روحك وقلبك. ولو هتبني عضلة، ابني معاها أخلاق، لأن المقاتل الحقيقي أو الرياضي الحقيقي مش بس اللي عضلاته كبيرة، هو اللي قلبه نظيف ويده آمنة ولسانه صادق وعينه عفيفة. نرجع تاني ونلخص: كمال الأجسام كرياضة وصحة مباح، بل قد يكون مستحبا بنية صالحة وضوابط شرعية. ستر العورة، حفظ الفرائض، ترك الأذى والمنشطات، أكل الحلال، عدم التفاخر، كسب نظيف. أما المسابقات التجارية المعتادة ففيها محاذير ظاهرة تجعلها غير جائزة غالبا. والحل: إما تتركها وتكمل مشروعك الصحي، أو تبحث عن بدائل منافسة ساترة في ألعاب تانية، أو صيغ منظمة باحترام الشرع. ومع الوقت، لو المجتمع الرياضي طالب بصيغة بطولات محترمة محتشمة، المنظمين هيستجيبوا، لأن السوق بيتغير بطلب الناس. فابدأ بنفسك وكن قدوة، وقول لنفسك أنا عايز أكون قوي في الدنيا، لكن أهم حاجة أكون قوي في ديني وأخلاقي. لو وصلت لآخر الكلام، فأنت واحد جاد ومهتم إن طريقك في كمال الأجسام يبقى حلال ونظيف. افتكر دايما إن القوة زينة لما تتزين بالتقوى، وإن الجيم مدرسة للصبر والانضباط، وإن كل تكرار بتعمله تحت البار هو تدريب لقلبك قبل عضلتك. خليك مثال للرياضي المسلم: صلاتك في وقتها، خلقك ثابت، أكلك حلال، جسمك قوي، عقلك حاضر، قلبك مطمئن. ابني جسمك صح، واسمك هيفضل محترم، وذكرك هيبقى طيب بين الناس، وربنا هيبارك لك في صحتك وعمرك ورزقك. لو شايف إن الرسالة دي مهمة وعايز ناس أكتر تسمعها، ادعمنا بلايك للفيديو واشترك في القناة وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. وشارك الفيديو مع صاحبك اللي بيتمرن وعايز طريق نظيف، وسيب لنا رأيك وتجربتك في التعليقات. شايف إزاي نقدر نطور مجتمع كمال أجسام حلال ومحترم في بلادنا؟ خلينا نكون التغيير اللي نفسنا نشوفه.